بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 3 يونت 3 كونسبت 3.1. ان شاء الله النهارده نشرح مع بعض ليسون 4 او الدرس الرابع اللي موجود معانا في كونسبت 3.1 اللي بيتكلم عن هيدروسفير اند بايوسفير انتراكشنز، يعني التفاعلات اللي بتحصل ما بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي. طبعا كالعادة في بداية كل حلقة بفكركم بأن يكون معاكم الأدوات بتاعتكم علشان تقدروا تذاكروا معانا أول بأول وتستفيدوا من الوقت اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الحلقة. يلا بسرعة كل واحد يجيب الأدوات بتاعته، الورقة والقلم والكتاب، علشان يذاكر معانا بالورقة والقلم ويستفيد من كل دقيقة بيقضيها قدام الحلقة. فاصل صغير جدا ونرجع نكمل الحلقة مع بعض. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدأ نشرح مع بعض ليسون 4 في كونسبت 3.1. هنبدأ النهاردة بالاكتيفيتي نمبر 9 او بالنشاط رقم 9 اللي بيتكلم عن هيدروسفير اور بايوسفير، يعني عايزنا نتعلم نفرق ما بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي. وهنبتدي بسؤالين صغيرين كده كريفيجن على الأجزاء اللي فاتت. بيقول لي look at the opposite picture that shows some aquatic organisms in an ocean then put right or wrong. يعني بص على الصورة المقابلة دي اللي فيها كائنات مائية عايشة في محيط وحط علامة صح أو علامة غلط. أول سؤال معانا بيقول oceans are part of hydrosphere as they contain fresh water. يعني المحيط أو المحيطات هي أجزاء من الغلاف المائي لأنها بتحتوي على فريش ووتر، مية عذبة. إيه رأيكم؟ الأوشن هيدروسفير؟ طيب الأوشنز فريش ووتر؟ يعني المية بتاعته مية عذبة صالحة للشرب؟ طبعا لأ، يبقى الجملة دي كلها wrong، كل ده غلط، ما ينفعش. طيب السؤال التاني any change happens in the water of an ocean affects the aquatic organisms live in it. يعني أي تغير هيحدث في مية المحيط هيأثر على الكائنات المائية اللي عايشة فيه. ايه رأيكم؟ طبعا الكلام دوت true، صح. ليه؟ فاكرين لما كان بيحصل بلاستيك بوليوشنز أو تلوث لمية البحر بالبلاستيك، كانت الكائنات اللي عايشة في البحر مش بتقدر تفرق ما بين البلاستيك والمية وكانت بتاكله، فكان بيحصل لهم مشاكل، صح كده؟ يبقى الجملة دي true، صح. تمام كده؟ تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي in the previous activity، في النشاط السابق اللي هو في الليسون اللي كان اللي فات اللي هو ليسون 3، you observed some images and observations that show the interactions between the hydrosphere and biosphere. يعني في الدروس السابقة أو في الأكتيفيتيز اللي فاتت أنت لاحظت صور كتير ومشاهدات كتير بتوضح لك التفاعلات اللي بتحصل ما بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي، صح؟ جميل جدا. طيب تعالى بقى دلوقتي نعمل الأكتيفيتي دي مع بعض أو نعمل النشاط ده مع بعض ونكتشف هل فعلا أنت فهمت المعلومات بشكل صحيح ولا لأ. مديني تيبل صغير كده، في نص التيبل دوت بيتكلم عن الهيدروسفير والنص التاني بيتكلم عن البايوسفير، ومديني مجموعة من السنتنسز أو مجموعة من الجمل، والمفروض آخد الجمل دي أو الإكزامبلز دي أبتدي أحطها في التيبل ده. الحاجة اللي تبع الهيدروسفير الغلاف المائي هحطها تحته، والحاجة اللي تبع البايوسفير الغلاف الحيوي هحطها تحته. بيقول لي in this activity read the following observations and try to classify them in the table below into hydrosphere or biosphere as the example given. يعني في النشاط دوت اقرأ الأمثلة اللي جاية دي وحاول تصنفهم إلى صنفين أو إلى نوعين، هيدروسفير وبايوسفير، زي الأمثلة اللي مكتوبة قدامك. طب تعالى كده نشوف الإكزامبلز بتاعتنا. بيقول لي a bird makes a home in a tree. طائر بيعمل العش بتاعه أو المنزل بتاعه في شجرة. water evaporates from a pond. مية بتتبخر من بركة مياه. salt water waves crash in the ocean. يعني موجات المية المالحة
بتصطدم ببعضها أو بتخبط في بعضها في المحيط. Ants eat a piece of bread. النمل بيأكل قطعة خبز. Running water in a river. الماء بيجري في النهر. Snake eats rat. يعني الثعبان بيأكل الفأر. طيب أنا عشان أعرف مين هيدروسفير ومين بايوسفير ممكن نبص على الاكزامبلز اللي مكتوبة ومحلولة علشان نعرف احنا هنحل ازاي. يعني مثلا لما جه يتكلم عن الهيدروسفير قال لي rain water falls on a river. مية مطرة بتسقط على البحر على النهر. An iceberg breaks off from its glacier. يعني في جبل جليدي اتكسر من النهر الجليدي. يبقى دول كده بيتكلموا عن المية، يبقى أكيد دول تبع الغلاف المائي. طب تعالى هنا بيقول لي hawk spots its prey. يعني الصقر ركز على الفريسة بتاعته. طب ما هو الصقر ده من الليفينج اورجانيزمز، من الكائنات الحية، يبقى ده تبع البايوسفير. bees pollinate a flower. النحلة بتلقح الزهرة. طب ما هي النحلة ليفينج اورجانيزم، صح كده؟ جميل جدا. تعالوا بقى ناخد الاكزامبلز اللي مكتوبة هنا ونبتدي نكتبها في التيبل. هنلاقي ان البيرد الطائر ده ليفينج اورجانيزم، يبقى هيتكتب تبع مين؟ بايوسفير. طب الووتر تبع الهيدروسفير. طيب السولت ووتر هيدروسفير. طب الانتس النمل بايوسفير. رانينج ووتر هيدروسفير. سنيك ليفينج اورجانيزم يبقى تبع البايوسفير. يبقى انا كده قدرت افهم الفرق ما بين الهيدروسفير والبايوسفير وقدرت اكتب الاكزامبلز في الاماكن المناسبه ليها. تمام كده؟ تعالوا بقى نتنقل على الاكتيفيتي اللي بعد كده اللي هي الاكتيفيتي نمبر 10. بيقول لي types of aquatic ecosystems. يعني انواع الانظمه البيئيه المائيه. بيقول لي ان الووتر ايكو سيستم are also called aquatic ecosystems. يعني ايه؟ يعني النظام البيئي المائي ساعات بنقول عليه ووتر ايكو سيستم وساعات بنقول عليه اكواتيك ايكو سيستم، لان كلمه اكواتيك يعني مائي. قال لي كمان ان الاكواتيك ايكو سيستمز الانظمه المائيه او الانظمه البيئيه المائيه on the earth can be classified in different ways such as they can be classified into saltwater ecosystem freshwater ecosystem. يعني كل الأنظمة البيئية المائية اللي على كوكب الأرض بتتقسم بطرق مختلفة، زي الطريقة اللي هنتكلم عليها دلوقتي إن احنا نقسم الإيكوسيستمز المائية اللي هي الأكواتيك إلى نوعين: سولت ووتر إيكوسيستم أنظمة بيئية مائية مالحة، وفريش ووتر إيكوسيستم أنظمة بيئية مائية عذبة. تمام كده؟ يعني من الآخر هنقسم الأنظمة المائية إلى مية مالحة ومية عذبة. تعالوا نكمل مع بعض. هنبدأ أول حاجة بالسولت ووتر ايكوسيستم، يعني الأنظمة البيئية المائية المالحة. تمام كده؟ يعني المياه المالحة. بيقولي oceans are the largest saltwater ecosystems that cover large parts of the earth's surface. يعني المحيطات من أكبر الأنظمة البيئية المائية المالحة اللي بتغطي أجزاء كبيرة جدا من سطح الكرة الأرضية. طيب يا ترى هنلاقي فيها ايه؟ بيقول لي salt water ecosystem of oceans and seas include. يعني الأنظمة البيئية المائية اللي بتحتوي على مياه مالحة زي المحيطات والبحار بتحتوي على أو بتشتمل على مجموعة من الأماكن هنقول أسمائها ونقول كل مكان ده عبارة عن ايه. قال لي أول حاجة هتقابلك في الأكواتيك ايكوسيستمز اللي فيها ميه مالحه shallow areas، يعني المناطق الضحله، يعني المناطق اللي فيها ميه قليله. طب دي عباره عن ايه؟ قال لي these areas contain coral reefs and intertidal zones. يعني المناطق دي بتحتوي على شعاب مرجانيه اللي فيها ميه قليله، يعني او فيها مياه ضحله بتحتوي على شعاب مرجانيه، وبتحتوي كمان على المناطق اللي بيحصل فيها مد، يعني اللي ميه البحر بتزيد فيها فجأة وبعدين ترجع مرة تانية. تمام كده؟ طيب بيقول لي نوت في ملحوظة كده صغيرة: intertidal zone is the area along the coast that disappears underwater at the high tide and appears at the low tide. يعني ايه؟ يعني المناطق اللي بتسمى المناطق المادية اللي بيحصل فيها مد، يعني هي عبارة عن مناطق موازية للشواطئ بتختفي تحت المية
لما يكون المد عالي، يعني لما مية البحر تزيد بشكل مفاجئ كده وبشكل كبير تغطي الشواطئ، وبتظهر لما يكون المد قليل. تمام كده يا شباب؟ تعالوا نكمل مع بعض، لسه مكملين على السولت ووتر ايكو سيستم. تمام؟ بس هندرس منطقة تانية اسمها ديب ارياز، المناطق العميقة. طب هي ايه المناطق العميقة دي؟ قال لي these areas are called abyssal zones which are very deep areas in oceans so that sunlight can't reach them. يعني ايه؟ يعني هي مناطق بتسمى المناطق العميقة. abyssal zones يعني مناطق عميقة، بتبقى عميقة جدا في المحيط وضوء الشمس مش بيقدر يوصل ليها. بيقول لي كمان salt water lakes are examples of salt water ecosystem. Let's study one of these salt water lakes. يعني ايه؟ كمان البحيرات اللي بتحتوي على مياه مالحة دي تعتبر أمثلة على الأنظمة البيئية اللي بتحتوي على مياه مالحة. تعال بقى ندرس مجموعة من البحيرات اللي فيها المياه المالحة دي. تعال نشوف بقى اللاكس ديت أو البحيرات ديت أساميها ايه وموجودة فين. بيقول لي salt water lakes يعني البحيرات اللي بتحتوي على مياه مالحة. بيقول لي some lakes have salt water يعني بعض البحيرات بتحتوي على مياه مالحة. زي مين؟ زي لاك أسل in Djibouti is an example of salt water ecosystem. وأسل ده اسم البحيرة يا شباب. تمام؟ مالها اللاك دي أو مالها البحيرة دي؟ بيقول لي لاك أسل has a high concentration of natural salts so it is too salty for fish and most aquatic animals to live in it. Also, there are a few plants that can grow in this area. يعني البحيرة دي فيها تركيز عالي جدا من الأملاح الطبيعية. تمام؟ فهي مالحة جدا بالنسبة للأسماك أو معظم الكائنات المائية إنها تعيش فيها. يعني كائنات كتير بتبقى البحيرة دي بالنسبة لها مالحة جدا أو ما بتكونش بيئة مناسبة إن هم يعيشوا فيها. كمان في شوية من النباتات أو القليل من النباتات اللي ممكن ينمو في المنطقة دي. There are many different types of bacteria live in Lake Assal. يعني إيه؟ في العديد من أنواع البكتيريا المختلفة بيقدر يعيش في البحيرة دي، لأن في أنواع كتير من البكتيريا بتقدر تعيش في الملوحة العالية جدا أو في المكان اللي تركيز الملح فيه عالي جدا. طيب اديني أمثلة يا مستر على بحيرات تانية غير أسل. قال لي لاك منزلة اللي هي بحيرة المنزلة، لاك ماريوت اللي هي بحيرة كينج ماريوت. تمام؟ لاك باردويل اللي هي بحيرة الباردويل، لاك أديكو اللي هي بحيرة إدكو. كل ديت عبارة عن salt water lakes found in Egypt. يعني كل دي بحيرات مالحة موجودة في مصر. تمام كده يا شباب؟ اتفقنا؟ نكمل مع بعض. قال لي طب انت كده خلصت السولتي ووتر، تعالى بقى نتنقل للفريش ووتر ايكو سيستمز، يعني الأنظمة البيئية اللي بتحتوي على مياه عذبة. زي ايه؟ قال لي فريش ووتر ايكو سيستمز انكلود، يعني الأنظمة دي بتحتوي على بونز اند ليكس، يعني برك مياه وبحيرات. ايه ده بحيرات تاني؟ ما احنا اتفقنا ان البحيرات في منها بيحتوي على مياه مالحة وفي منها بيحتوي على مياه عذبة. اما بالنسبة للبرك، البرك اللي بتبقى موجودة في المستنقعات يعني، فدي بتبقى مية عذبة او بتكون فريش ووتر. بيقول لي in many ponds and lakes the water is present all year. يعني في معظم برك المياه وفي معظم البحيرات المية موجودة طول السنة. Some other ponds and lakes dry up in the hot summer months. يعني وبعض البحيرات الأخرى وبعض المستنقعات أو برك المياه الأخرى بتجف في فصل الصيف أو في الشهور الحارة بتاعة الصيف. So animals and plants that live there must adapt to the changes that happen in these ponds and lakes. يعني ولذلك الحيوانات والنباتات اللي عايشة هناك لازم تتكيف مع التغيرات اللي بتحصل في برك المياه والبحيرات التي تحتوي على الفريش ووتر. طيب اديني أمثلة يا مستر. قال لي عندنا لاك ناصر بحيرة ناصر، لاك قارون اللي هي بحيرة قارون، لاك اوف وادي الريان بحيرة وادي الريان. وكل ديت من اللاكس او من البحيرات اللي فيها فريش ووتر وموجودة فين؟ ان ايجيبت. برافو عليكم.
كل دي بحيرات فيها مية عذبة وموجودة في مصر. اتفقنا؟ تعال نكمل مع بعض، لسه مكملين مع الفريش ووتر ايكو سيستمز. قال لي في كمان مثال الفلوينج ووتر باديز، يعني المياه المتدفقة او الاماكن اللي فيها مية بتتدفق او بتسري بشكل كده زي ما انتم شايفين. تمام؟ شايفينه في الصورة؟ بيقول لي they includes rivers and streams، ودي بتحتوي على الأنهار والجداول المائية. كمان بيقول لي ان water is always moving in the flowing water bodies، يعني ايه؟ يعني المية دايما بتتحرك في اتجاه سريان الجسم المائي، يعني بيبقى ليها اتجاه محدد المية بتجري فيه. بيقول لي كمان streams and rivers connect other bodies of water such as lakes, oceans and seas، يعني الجداول المائية ديت والأنهار الاتنين دول بيربطوا الأجسام المائية ببعضها. يعني ممكن تلاقي الستريمز والريفر مربوطة بإيه؟ مربوطة بالبحيرات، مرتبطة بالمحيطات، مرتبطة بالأنهار، زي نهر النيل كده اما تيجي عند المنطقة بتاعة الدلتا وتلاقيه اتقسم لفرعين وبيقابل البحر الأبيض المتوسط فوق خالص في أعلى منطقة في الدلتا. صح كده؟ كمان بيقول لي many different plants and animals live in the following water bodies، يعني في العديد من النباتات والحيوانات المختلفة بتعيش في المياه المتدفقة اللي بالمنظر ده. اتفقنا يا شباب؟ تعالوا نكمل مع بعض. قال لي في نوتس كده كم ملحوظة اقول لك عليهم، احنا قلناهم قبل كده بس هنأكد عليهم. بيقول لي an estuary is special type of aquatic ecosystems that is formed along the edges of seas or oceans where a river or stream ends. So an estuary is formed where a river meets a sea or an ocean. يعني ايه؟ يعني مصبات الأنهار ده نوع خاص من الأنظمة البيئية المائية، وبيتكون على طول الحافة بتاعة البحار أو المحيطات، وبيكون فيها النهر أو الجداول المائية بتنتهي. يعني المنطقة اللي بتقابل فيها النهر مع البحر، تمام؟ المنطقة دي بيبتدي يتكون فيها مصب النهر، وان مصب الانهار دوت او مصبات الانهار دايما بتتكون في المنطقة اللي الانهار بتقابل فيها بحر او بتقابل فيها محيط. كمان بيقول لي estuaries have a mixture of salt water from the sea or ocean and fresh water from a river or stream. يعني مصبات الانهار بتبقى دايما خليط من المية المالحة اللي جاية من البحر او المحيط والمية العذبة اللي جاية من الانهار او الجداول المائية. تمام كده يا شباب؟ نكمل مع بعض. وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج، سؤال اختبار الفهم. وطبعا انتوا عارفين ان انا مش بحل الاسئله دي ولكن بشرحها لحضراتكم وانتوا بتكتبوا الاجابات تحت في الكومنتس او في التعليقات اسفل الفيديو. تعالوا نشوف اول سؤال معانا وهي اسئله write the scientific term، اكتب المصطلح العلمي. The area along the coast between the high tide and low tide، يعني ايه؟ المنطقه اللي بتمتد على طول الساحل وبتبقى موجودة ما بين منطقة المد العالي والمد المنخفض، اسمها ايه؟ طبعا انتوا اللي هتجاوبوا. بيقول لي the water body where a river meets a sea or an ocean، الجسم المائي او المكان اللي فيه مية اللي بيقابل فيه النهر مية البحر او مية المحيط، المكان ده بنسميه ايه؟ طبعا انا لسه قايلهم حالا. يلا بسرعة نوقف الفيديو ونراجع معلوماتنا ونكتب الإجابات تحت في الكومنتس. نروح للجزء اللي بعد كده يا شباب وهي الاكتيفيتي نمبر 11، بتتكلم برضو عن aquatic ecosystems اللي هي الأنظمة المائية. بيقول لي in this activity we are going to compare between some characteristics and species أو living organisms that live in three different aquatic ecosystems which are ponds, streams, oceans. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا هنشرح الفرق في الصفات والخصائص والكائنات الحية اللي بتعيش في 3 بيئات مائية مختلفين، اللي هي ايه؟ برك المية والمياه المتدفقة او الجداول المائية، وكمان الاوشنز اللي هي المحيطات. هنقارن ما بينهم في حاجتين، الكاركترستكس اللي هي الصفات او الخصائص، والسبيشيز او الليفينج اورجانيزمز اللي هي الكائنات الحيه اللي بتعيش في كل مكان في الثلاثه. تمام كده؟ تعالوا نبدا بالبونز اللي هي
البرك اللي هي برك الميه. قال لي اول حاجه هنتكلم عنها تايب اوف ووتر، نوع الميه اللي فيها. قال لي فريش ووتر، ميه عذبه. طب الووتر موفمنت، حركه الميه اخبارها ايه؟ قال لي they have still water، المياه فيها بتكون راكده. راكده يعني ما بتتحركش، ثابته. طيب بالنسبه للسبيشيز live in it، يعني الفصائل او الكائنات الحيه اللي بتعيش فيها. قال لي احنا هنقول بعض الاكزامبلز او بعض الامثله. زي ايه؟ قال لي some plants like water lilies، يعني بعض النباتات زي ورد النيل كده. some insects، بعض الحشرات live and lay their eggs in ponds، يعني بتعيش وتضع البيض بتاعها في البرك بتاعت الميه. some types of worms، بعض انواع الديدان such as leeches live at the bottom of ponds. وليتشز يا شباب يعني العوالق اللي هي بتلزق في جسم الانسان لما بينزل في اي بركه او مستنقع. كمان بيقول لي salamanders and frogs، الكائنات اللي بتعيش في الميه زي الضفادع والحيوان اللي اسمه السلمندر live in ponds and eat insects found there، يعني بيعيشوا في البرك بتاعه الميه وبيتغذوا على الحشرات اللي موجوده هناك. فممكن يجي يسالني كده give reason، اذكر السبب. some insects lay their eggs in ponds، ليه بعض الحشرات بتضع البيض بتاعها في برك المياه زي ما احنا شايفينها في الصورة؟ قال لي because ponds have still water، لان برك المية فيها راكدة ما بتتحركش، فالبيض مش هيتحرك من مكانه. تمام كده؟ قال لي so the eggs will not move away، فالبيض بتاع الحشرات ديت مش هيتحرك بعيد. اتفقنا كده؟ يبقى احنا كده عرفنا الكاركترستكس بتاعة البونز، وكمان عرفنا السبيشيز ليف ان بونز. تمام؟ عرفنا الصفات والخصائص بتاعة برك المية والكائنات اللي بتعيش فيها. ودلوقتي تعالوا ندخل على النوع الثاني اللي هو ستريمز، اللي هي الجداول المائية او المياه المتدفقة. برضه هنتكلم على التايب اوف ووتر، نوع المية اللي فيها. قال لي دي فريش ووتر، مية عذبة. طب الموفمنت بتاعت الووتر او حركة المية فيها عاملة ازاي؟ قال لي they have running water where water in streams are cool and flows fast. يعني ايه؟ يعني المية دي مية بتجري متدفقة، تمام، وكمان باردة وبتسري بشكل سريع، يعني بتجري بسرعة، المية دي بتمشي بسرعة جدا. طيب ايه هي السبيشيز او الفصائل او الليفينج اورجانيزمز، الكائنات الحية اللي بتعيش فيها؟ فين؟ في الستريمز. قال لي there are different living organisms that live in streams such as، يعني في كائنات كتير جدا حية بتعيش في الستريمز. زي مين؟ قال لي موسز. موسز دي اللي هي الالجي، حاجة كده شبه الطحالب اللي الخضرة اللي انتوا شايفينها دي، تشوفها في المصايف على الصخور وعلى الحجارة. تمام؟ بيقول لي some mosses attach themselves to the rocks of streams، يعني بعض الطحالب بتلزق نفسها على الصخور بتاعة الستريمز. كمان في some animals live in streams، بعض الحيوانات بتعيش في المجرى المائي دوت. زي مين؟ قال لي كات فيش، كراي فيش، تروت، ودي انواع من الاسماك بتعيش فيها. تمام؟ ده كات فيش اسمه تقريبا سمك السلاور، والتروت دوت اللي هو سمك السلمون المرقط اللي هو المنقط يعني. تمام؟ والكراي فيش ديت شبه الاستاكوزا شويه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. اتفقنا يا شباب؟ يبقى انت كده برضو عرفت الكاركترستكس، الصفات بتاعه الستريمز، وعرفت السبيشيز اللي بتعيش فين في الستريمز. طب نروح على النقطه الثالثه اللي هي اوشنز اند سيز، اللي هي البحار والمحيطات. يا ترى ذا تايب اوف ووتر، نوع الميه اللي فيها؟ قال لي سولت ووتر، ميه مالحه. طب الووتر موفمنت، حركه الميه فيها اخبارها ايه؟ قال لي water of oceans and seas is constantly moving in the forms of waves that crash onto the shore. يعني الحركة في البحار، حركة المياه في البحار والمحيطات بتبقى تقريبا ثابتة على شكل موجات، يعني المياه في البحر أو في المحيط بتتحرك على شكل موجات بتصطدم بالشواطئ. طيب يا ترى ايه هي السبيشيز او الكائنات اللي بتعيش في الاوشنز وفي السيز؟ قال لي there are many living organisms، في كائنات كتير. زي مين؟ قال لي كلب اللي هو عشب البحر، دولفين، ستار فيش اللي هو نجم البحر، وموسس فيش او فلاوندر فيش، ده نوع من الاسماك برضو بيعيش
في المحيطات والبحار. كده يبقى احنا اتعرفنا على الكاركترستكس بتاعة الاوشنز والسيز، وكمان اتعرفنا على السبيشيز اللي بتعيش فيها. تمام كده يا شباب؟ ممكن بقى احنا نقوم حاطينهم في تيبل مع بعض ونلخص التلاتة مع بعض واحنا بنذاكر علشان يبقوا التلاتة قدام عينينا. نكتب التايب اوف ووتر، نوع الميه اللي في كل واحده، الموفمنت اوف ووتر، حركه الميه في كل واحده، السبيشيز اللي بتعيش في كل منطقه من التلاتة اللي احنا قلنا عليهم. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. قال لي في شويه نوتس او شويه ملاحظات كده صغيرين خد بالك منهم. Oceans and seas environments include many smaller ecosystems. يعني المحيطات والبحار كبيئات، يعني البيئة البحرية أو البيئة بتاعة المحيط بتحتوي على العديد من الأنظمة البيئية الأصغر، يعني جواها أنظمة بيئية أصغر منها. كمان wind also move the water of ocean and seas forming waves. يعني الرياح هي اللي بتحرك المية بتاعة المحيط وبتاعة البحر عشان تكون الموجات اللي انت بتشوفها. Ocean water circulate around the world in patterns called ocean currents. يعني مية المحيط بتدور حول العالم على شكل أنماط كده، الأنماط ديت بتسمى ocean currents، التيارات المحيطية. تمام؟ أو تيارات المحيط. نمبر 4 بيقول لي the direction أو the directions of ocean currents around the world can be predicted. يعني اتجاه التيارات بتاعة المياه بتاعة المحيطات حوالين العالم يمكن التوقع بيها أو يمكن التنبؤ بيها، يعني نقدر نتوقع بالحركة بتاعتها أو بالتيارات ديت جاية اتجاهها منين ورايحة فين. تمام كده يا شباب؟ طيب وصلنا لسؤال Check Your Understanding، وهو سؤال اختبار الفهم. تعالوا نختبر فهمكم ونشوف فهمتوا الموضوع ولا لسه. ده سؤال right or wrong، طبعا أنا مش بحله، بشرح لكم الأسئلة وانتوا بتكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس أو في التعليقات اللي أسفل الفيديو. بيقول لي dolphins lives in ponds and streams. right ولا wrong؟ إيه رأيكم؟ الدلافن بتعيش في البونز والستريمز؟ انتوا اللي هتقولوا. ponds and streams contain fresh water. البونز والستريمز بيحتووا على fresh water. right ولا wrong؟ انتوا اللي هتقولوا. water of ocean is constantly moving in the form of wave. يعني حركة المية في المحيط بتكون على شكل موجات. رايت ولا رونج؟ يلا بسرعة نوقف الفيديو ونكتب الإجابات تحت في الكومنتس أو في التعليقات اللي أسفل الفيديو علشان أتأكد إن المعلومة وصلت لكم بشكل مظبوط. ولحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب أكون قدرت أساعدكم وأنتوا قدرتوا تفهموا الموضوع بتاع درس النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.